الناس عايزه تسحب كاش كتير قوي من الاي تي ام ومفيش كاش. ما عم احمد الفكهاني اللي بره ده معهوش نستا باي. محتاج يبقى عنده مكنه غير دي. لسه كنت لك عنده مكنه فعلا. انت لما تقول له يا عم احمد عندك مكنه؟ عندي المكنه يا باشا بس ما بداش لحد. بتاعتك. طب ما هنقنع عم احمد ازاي؟ نديله اوفر هو يوافق ان انت تبعت له نستا باي مقابل ان انت مثلا ما تنقيش، هتنقي تدفع كاش. هيشحن المكنه دي منين؟ يا عايز كهرباء. عم احمد انا مش راضي اورطه في الحلقه بس هو سارق كهرباء اصلا. عم احمد سارق كهرباء. انت مش هتعرف تخليه يعمل كل حاجه صح في نفس الوقت، انت هتحط قدامه شات اوبشن وهو ينقي، هو لازم ينقي. هو فاهم. هو ده اللي كنت كل حلقه بيعدي. على ذكر الديسبلين، ومن اسبوعين كده نزلت انا والشباب عدينا على كذا مكتب كاستنج، اعلانات وتمثيل وكده. لما بنوصل المكتب بنكلم شخص ما انه ايوه فلان احنا هناك وبتاع، شوف الناس اللي انت تعرفها. يعني في مكتب اللي احنا نعرفه يعرف صاحب المكتب دايركت، فكان في ميتنج فاحنا مستنينه. كان مثلا قعدنا في اللفه دي ساعه مثلا، والراجل ده اخر له ربع ساعه، فساعه وربع، ساعه ونص بالكتير قوي. فبصيت كده لادم صاحبي قلت له يا اسطى السعي ده متعب قوي. انت لما بتسمع اي فنان بيتكلم على المرحله دي ان هو لما كان بيلف على المكاتب يعمل كاستنج وبتاع، كنت بنام في علبه تونه والكلام ده بالظبط. اللي هو كان بيطلع عينيا وباكل اندومي ولفيت على المكاتب ورحت واضطريت انا رايح اعرف حد من جوه. ما كملتش الساعه وبصيت له كده قلت له حوار السعي ده متعب قوي. بس انا رايي ان انت محتاج تروح مره تاني من غير الراجل اللي انت تعرفه ده. ليه؟ عشان يبقى عندي كونتنت احكيه يعني. بالظبط. انت هتروح مامون الشاذلي تقول له رحت قعدت ربع ساعه مع واحد صاحبي وعنده واحد جوه اعرفه، الحلقه خلص. مش لاقي حاجه اعيط. لا واحنا كده عندنا حاجات تعيط بالظبط. عشان كده مش محتاج. يا اسطى هي موزونه. اصل انا لو كل قصصي تعيط اللي هيطلع ريلز من الحلقه بتاعتي مع منى الشاذلي. الحلقه بتاع منى الشاذلي هتبتدي اول ما الكاميرا تخش عليك. انت مش عايز حلقه مع منى الشاذلي، انت عايز تروح تعيط مع منى الشاذلي. طب انا دلوقتي ادعي ازاي؟ اقول له يا رب اديني على قد تعبي. ادعي قول يا رب اديني على قد زهقي. بس لفيت عشان احكي لاولادي، اقول لهم انا لفيت وتعبت ودرت لفيت باوبر بعربيه ادم كمان يعني مش دافع حاجه. ادم هو اللي المفروض يطلع مع منى الشاذلي. شاوت اوت لادم لانه هو اللي وصلنا، وجوزيف برضو. بس ما كنتش في عربيه جوزيف، فانت مش ربنا مش هديك قوي يا جوزيف. يعني انا ممكن في الحته دي لسه ما تعبتش، بس في حته تاني انا ببذل فيها مجهود كبير. بس انت عارف انه في ناس بجد دي القصه بتاعتهم، ان هو بعد ساعه ونص قال لك لا والله يعني مش هينفع نذكر اسماء، بس في ناس بجد. الدنيا حر طبعا. بريل ما دفعتش 2 جنيه سبونسر. احنا جايبين بريل المره دي. معلش مع بعض. ما الف اللوجو مش دافعين تدفع. انا معايا نسخه تانية ومصورها باللوجو. هل تفتكر ان احنا وصلنا للمرحله بتاع انه في ناس بيتفرجوا علينا وهم بياكلوا؟ عادي بالهنا والشفا. معلش بلاش تدوس على الكيبورد او تلمس الشاشه عشان بنلبك. وبعدين خلي بالك لما تخلص اكل ده مش معناه ان انت تقفلني. انا مسجل 13 دقيقه، انا حاسب انه تقريبا هتتغدى في 13 دقيقه الا لو انت يعني لا لو سمك الموضوع هيبقى صعب. هياخد اكتر. عايزين نعمل حلقه تبقى حلقه السمك. ودي مش هنزلها على اليوتيوب، هنزلها على جوجل مابس. دي مش هتحط لايك، هتحط طحينه. في حوار دلوقتي عامل ازمه. الناس عايزه تسحب كاش كتير قوي من الاي تي ام ومفيش كاش، وابتدى يبقى في خناقه انه طب يا جماعه دلوقتي في الانستا باي وفي المدفوعات الاونلاين متوفره بشده، ليه الناس مصره تتعامل بالكاش؟ مين اولا اللي كاتب البوستات دي؟ كل اللي كاتبين البوستات دي انا تحققت وراه. كلهم موظفين بنوك، فهم كاتبين البوستات دي منين؟ علشان مش عايزين ينزلوا في اجازتهم يغذوا المكن لانه ده شغلهم. مش بس اللي هم بيقولوا برضه صح. طب ما عم احمد الفكهاني اللي بره ده معهوش انستا باي. هو كل اللي يعرفه عن نانو بنانا انه كيلو 10. مش عارف. بس عم احمد محتاج يبقى عنده مكنه غير دي. لسه كنت لك عنده مكنه فعلا. فانت لما تقول له يا عم احمد ممكن ادفع اونلاين انت عندك مكنه، هيخليك تسكان النمر. حول لي انستا باي على النمر. عندي المكنه يا باشا بس ما بداش لحد. بتاعتي ما بداش لحد. طب هنقنع عم احمد ازاي الفكهاني انه نديله اوفر اللي هو مثلا ايه، هو يوافق ان انت تبعت له انستا باي مقابل ان انت مثلا ما تنقيش، اللي هو هتنقي تدفع كاش. وبعدين خلي بالك مشكله يا عم احمد ده هيشحن المكنه دي منين؟ عايز كهرباء.
ادوا له مع المكنه باور بانك بقى. طب ما انت كده بتصعبها عليك. الباور الوحيد اللي في حياته ان انت لو نقرت معاه في الكلام هيطلعك للصين. عم احمد انا مش راضي اورطه في الحلقه بس هو سارق الكهرباء اصلا. عم احمد سارق الكهرباء اللي هو بصراحه انا مش قادر ابلغ عنك من الحلقه. هات المكنه وبطل اصحابه. انت مش هتعرف تخليه يعمل كل حاجه صح في نفس الوقت. هو لازم ينقي. هو فاهم. هو متعود على الكونسبت ده، فانت هتحط قدامه شويه اوبشن وهو ينقي. انت لو حاولت تنقي هيقفش على فكره. ما احنا برضه بنحاول نزق الدنيا. قال لك اول جيل بس اللي بتعاني معاك، الجيل اللي بعد ده هيبقى لا بس ولاد عم احمد دول اصعب من عم احمد بس. انا عاني معاهم برضه. عاده الفكهاني انت لما بتروح تديله فلوس تلاقيه راح مطلع فلوس كده، تخيل هو بيطلع لك المكنه وبسلك. السلك يشبك جوه. استنى انا هعرف احط الفيزا. طب ماشي، ده عم احمد جنبيه حاجه كبيره في السن قاعده على الارض بقى وبرضه بتبيع خضار. اتفضل حولها، دخلها تحول الرقم. هقول لك على فكره حلوه. اوريدي الست دي اللي بتبيع خضار دي بنسبه كبيره بتلاقيها قديمه، فالست دي كمان لحقت قبل الكاش، لحقت نظام المقايضه. اشتري من عند عم احمد بالفيزا وروح مثلا اديها كيلو خوخ وخد مثلا 2 كيلو خيار. مش عارف اتقبل لان الست دي دايما تلاقيها لما تديها مثلا فلوس تعوز تطلع فكه بتطلع ATM، فانا مش هبقى متخيل. طب ما هو الموضوع سهل اهو، هنفتح ATM في الست. الست دي هي بدايه التحول الرقمي. قبل ما تشيل الفلوس قال طريق ايصال. ثانك يو فور يور ترانزاكشن. وتسمع لا هتزغرط. ولو اتخانقت معاها مش هترجع لك الفيزا. ونفس الازمه مش هتعرف تمد ايدك تجيبها. يبقى كده ما حلناش. ارجع تاني ارجع للكاش. اصل هي بصراحه خدت الفيزا. حل انت بقى. انت حاول الرقم صح الفيزا اتسحبت. وتبقى واقف بتتعامل معاها وتلاقي جه موظف معلش يا جماعه الست دلوقتي هنغذيها. هتاكل. اللي جاب فكره ATM جابها من الست دي. من الست بتاعت الخضار. هي الاصل في تجيبها يمين تجيبها شمال. كل الكونسبت جاي منها. لو هنتكلم بجد انا حرفيا اديلي سنتين بجد انا مرتبي كله بتعامل بيه اونلاين وكده، قليل قوي لما بستخدم كاش. اغلب الاماكن دلوقتي بقى فيها دفع. الاماكن اللي ما فيهاش دفع بفيزا بتبقى الحاجات اللي هي الصغيره، اللي لو اشتريت حاجه ب 20 جنيه ب 50 جنيه حاجات فكه كده. انا ازمتي الوحيده في الميكروباصات. يعني لو في مره ركبت ميكروباص تحس ان انت ورا قوي، بتبقى ورا بجد يعني على الكنبه. طب احنا السواق ازاي هنحفزه ان هو ممكن يجيب مكنه؟ ده راجل مستفيد من ورا الموضوع. يعني مثلا لو الاجره 8 جنيه هو بياخد 10 وبيدوس على 2 جنيه. انا عندي فكره حلوه. اغلب السواقين بتلاقي اسمه مثلا ابو جنى. يعني السواق دايما بيحب يميز نفسه ويحب يميز العربيه بتاعته، يقعد يكتب من ورا على العربيه ابو جنى والحاجات دي. نعمل له الايصال اللي بيطلع ده مكتوب فيه مع تحيات ابو جنى. دي هتكيفه. ده اللي انا بدور عليه. خلي بالك هو دي اللي تجيب معاهم. دي تكيفه. احنا ممكن كمان نعمل له اوبشن نحط صوره جنى. نحط صورة جانا ابيض واسود كده. انت فاهمني مكان اللوجو بتاع البنك. وممكن نعمل له كذا حكمه وتبقى راندوم اللي بتطلع كده زي ما تعرفش. والناس تبقى مهتميه تجمعهم. لو جمعت 12 حكمه تركب مثلا مره ب 50%، جيب 50% اوف. بامانه حلو. بس هيبقى مكتوب تحت تطبق الشروط والاحكام، اللي هو مش هينزلك تحت، هينزلك فوق على الكوبري وانت انزل. بص ابو جانا ما يعملش الكلام ده. انت بتركب معاه. ابو جانا ده راجل سندال. المفروض الحلقه دي هتنزل يعني ابتدينا كاس العالم. انا عندي وجهه نظر لكاس العالم ده ما بحبوش. ليه بقى؟ ليه؟ هو بيجيب لنا الكلام حماس بتاع مش عارف ايه، وبعد كده ابراهيم فايق يطلع يشخط فينا. لا الفكره في حاجه انه الاعلانات بتسخننا جامد. عارف الاعلانات دي اللي هو ببقى عايز اقول له ايه بس بقى استنى ما تسخنش. كان في اعلان افريقيا اللي فاتت دي، لعيبه المنتخب هم اللي بيغنوا الاغنيه بتاع الاعلان، واغنيه مش فاكر كلماتها بس كانت اغنيه حماسيه ولو هنقفل البطوله وبتاع. فالاعلان ده كان بيجي بين الشوطين واحنا محطوط علينا في الشوط الاول.
وهو بيغني يا اسطى، بتغني ليه يا اسطى؟ المشكله الاعلانات دي بتتحول زي الميموريز اللي بتجيلك بتبقى memes. مع صاحبك اللي قطعت معاه تمام، وانتوا كاتبين لبعض فوريفر فوريفر وبتاع. عارف اللي هو لما هي بتعمل لك بلوك بيبقى مكتوب انه يو كانت ريبلاي اون ذس. بيجي لك بقى وانت مضطر تشوف الشوط التاني. اللي بيغني ده لسه مش لك لسه مبيع هجمتين وصوته وحش. المره اللي فاتت دي غالبا كانت كامبين، وكان متفق عليها ان الكامبين هتتذاع طول فتره البطوله، فاحنا خرجنا والكامبين بتتذاع. عارف اللي انيل بقى ايه؟ انه لما بيبقوا هم ابطال الكامبين وحاطين صورهم على الفروع، فالناس لسه ما لحقتش بقى تبعت عمال تشيل فينيل وتلزق فينيل جديد، انت ماشي في الشارع متضايق وتلاقيهم هم عاملين لك كده وهنكسب. هتكسب ايه يا ابني؟ الموضوع محرج جدا. انت عامل كأنه مثلا واحد فسخ خطوبته والصور لسه ما اتمسحتش. هم عاملين كده. ممكن لو احنا مثلا عارفين انه الماتش ده احنا داخلينه باتيتيود ان احنا مش هنكسب، نشيل الاستيكرات من ليلتها. او ايه، لا عايزين نشوف حل تاني. نكسب بقى. نكسب يا ابني. شوف قاعدين بنلف وندور فعلا الحل نكسب. اصلا المفروض يبقى في بند ثمن البانرات دي على حساب اللعيبه، فانت ما تخلينيش الزق مش على حساب كل اللعيبه، كمان على حساب اللعيبه اللي بتضيع. لو ضيعت انت ما تبقاش خايف انك تتشتم من الجمهور ولا انك تقعد دكه. هتشيل فلوس الاعلانات. انت في 2 مليون جنيه بانرز. الفاتوره هتجي لك على البيت. احنا بس مش عايزين نطلع من دور المجموعات. انت شايف احلامنا عامله ازاي؟ مشكله ان اللعيبه عندنا عندهم رهاب اجتماعي، بيفضلوا قاعدين في مجموعات ما بيعرفوش يتخطوا المرحله دي. اول ما بيلاقوا ده بالدور 16 دول كتار. هم عندهم فوبيا من المرتفعات. هنوديك الدور ال 16 بيخاف، بيقول هروح. لو صبرت وما خفتش في دور ال 16 هتبقى في الثمانية بيخوف اقل اوطى. لو في مره جيل اتاهل لدور ال 16 هيحكي لباقي الاجيال ان دور ال 16 ده بيلعبوا على الارض عادي. طالما الاسانسير شغال ما تخافش. الفكره تنزل على رجليك، لا عادي اطلع بس. هم خايفين ما يبقاش في ميه، في موتور ما تقلقش. ازاي الميه تمام في ال 16. حضرتك طالع ال 16 هو غالبا بيبقى خايف من البوابه. انا بتخيل ان دي تبقى فين. في لعيب من المنتخب ساكن في الدور ال 16 وبعد ما يخرج من دور المجموعات يجي مروح، فالبابا يقول له حضرتك طالع الدور ال 16. احنا محتاجين الاعلانات تبقى ينفع تكمل لو طلعنا من دور المجموعه. يعني بلاش السلوجنز اللي فيها طموح عالي، لانه كامبين مثلا يبقى اسمه اعمل اللي عليك والباقي على ربنا، انت ونصيبك احنا ونصيبنا. يعني حاجه في السكه دي، ما كانش النهارده يبقى بكره. يعني حاجه تبقى في كاس العالم. يعني حاجات في السكه دي اللي هو لما تشوفها وانت مروح واحنا خارجين من البطوله تحس ان ينفع تكمل شهر كمان لغايه لما يغيروا البانرات. الشركات بتبقى اللي هو انا عملت الكامبين دي وحاطط لها كالندر، خرجنا اول يوم، خرجنا 5 يوم، البانرات دي مثلا هم حاطين لها شهر او شهرين، هتفضل شهر او شهرين في الشوارع. عندي اقتراح كويس، انه الكامبين دي تتعمل باللعيبه الاحتياط، ما تتعملش باللعيبه الاساسيه. اشمعنى؟ لانه اللعيبه الاساسيه هي المتوقع بنسبه اكبر ان هي ممكن تغلط، فلما هو بيغلط وانت تشوفه على البانر بتتضايق. فالاحتياطي ده كده انت بتعرف ما عملش حاجه بالظبط، فتعدي تشوف البانر ايا كان هو بيقول لك ايه وما لعبش، مش هتتضايق عادي. النظام اللي هو اضرب المربوط يخاف السايب، بالظبط. اطبع المربوط يخاف الاساسي. يخاف الاساسي. تيجي تقول ما انتوا تقول ولا ده ملوش دعوه، ما ملوش دعوه. ملوش دعوه، ما عملش حاجه ده. ده ما عملش حاجه، ده راح سافر معاهم اتفسح وجه. طب ما ده هشتمه بقى عشان اتفسح. الى هنا اصدقائي المتحولين رقميا. دي شتيمه مش حاسسها ويرد قوي. يمكن الناس رافضه اصلا الحوار ده علشان موضوع متحولين ده. ابو احمد ده مستحيل يبقى متحول. ولا حتى رقم. ولا حد محول. اخواتي المتحولين رقميا، عامل الفيزا دافعي بالاوتو بي، ممكن تحول لنا لايك. قلت لك المره اللي فاتت انه هتروح على الجروب بتاع اصحابك وهترمي اللينك. لو انت ما عملتش ده المره اللي فاتت ستيل في فرصه تعمل ده المره دي، ولو عملته المره اللي فاتت اعمله المره دي. اعمله المره. ما انت خلاص بقى عرفت الموضوع ازاي بقى، انا مش لازم كل مره اقول لك. احنا متحولين رقميا صح؟ اخرس. استغفر الله العظيم. عالم رقمي. عالم رقمي ولاد.